في قصص بتتحكي وفي قصص بتطاردك حتى بعد ما تخلصها. النهاردة هنغوص في واحدة من أغرب القضايا اللي حيرت الشرطة والمحققين وحتى الناس العاديين لحد النهاردة. قصة عيلة خرجت من بيتها في رحلة عادية وما رجعتش تاني، ولما تعرف مصيرهم كان أغرب بكتير من الخيال. دي قصة عيلة جيمسون، العيلة اللي اختفت في الهوا. بوبي جيمسون راجل عنده 44 سنة، عايش مع مراته شيرلين 40 سنة وبنتهم الصغيرة مادي اللي كان عندها 6 سنين. العيلة ساكنة في مدينة صغيرة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، في بيت بسيط، لكن الحياة جوه البيت ده ما كانتش بسيطة خالص. بوبي كان مريض وما بيشتغلش ودايما حاسس بالإحباط والتعب، وشيرلين كانت مكتئبة وبتكتب حاجات غريبة في مفكرة خاصة بيها، وكان عندهم مشاكل زوجية كبيرة جدا. في يوم 8 أكتوبر سنة 2009 العيلة قررت تخرج برا وتبدأ من جديد. ركبوا عربيتهم، خدوا كلبهم وبعض الحاجات، وقالوا إنهم رايحين يشوفوا قطعة أرض في منطقة جبلية اسمها لاتيمي كاونتي. كانت الخطة إنهم يشتروا الأرض ويحطوا فيها كرفان يعيشوا فيه حياة هادية بعيدة عن كل الناس. بس اللي حصل بعد كده ما كانش طبيعي. وبعد ما العيلة خرجت بكام يوم، الشرطة لقت عربية العيلة في منطقة مهجورة وسط الجبال. جوه العربية لقوا محفظة بوبي وفيها الفلوس وشنطة شيرلين وتليفوناتهم، وجنبهم شنطة فيها أكتر من 32,000 دولار كاش، وكمان كلبهم كان جوه العربية وكان لسه عايش لكنه كان على وشك الموت من الجوع. بس مفيش أي أثر لأي حد من العيلة، ولا في نقطة دم ولا أي علامات عنف ولا أي حاجة تفهم الشرطة هم راحوا فين أو ليه نزلوا من العربية. الشرطة رجعت تفتش بيتهم، وهناك لقيت حاجات أغرب. كاميرات المراقبة في البيت صورت العيلة وهم شايلين الحاجات للعربية قبل ما يمشوا، لكن كل واحد فيهم كان بيتحرك لوحده من غير ما يبص للتاني، بيمشوا رايحين جايين كأنهم متنومين مغناطيسيا أو تحت تأثير شيء مش مفهوم. لقوا رسالة كتبتها شيرلين مليانة غضب وكره اتجاه جوزها، وفي الجدران في رسومات ورموز غريبة جدا. ولما سألوا الجيران قالوا إن بوبي كان بيشتكي إن البيت فيه أرواح شريرة، وقال إنه شاف بنت صغيرة ماشية جوه البيت وبتختفي فجأة. شيرلين نفسها كانت أوقات بتلبس لبس طقسي غريب، وقالت لجارتها مرة إنها بتمارس سحر أبيض. وفي كمان جملة لقوها مكتوبة بخط إيدها: الشيطان بيسكن في البيت ده. ناس كتيرة بدأت تحط نظريات. هل كانوا هربانين من حد؟ هل الفلوس دي كانت من صفقة غير قانونية مثلا مخدرات؟ هل شيرلين كانت بتحضر لقتل جماعي أو انتحار؟ هل فعلا كانوا بيحاولوا يتواصلوا مع عالم تاني من خلال السحر؟ حتى قرايبهم قالوا إن حياتهم كانت غريبة، وإن شيرلين كانت مكتئبة وبتعاني من اضطرابات نفسية. وفي نوفمبر 2013 واحد من الصيادين كان ماشي في الغابة، ولما دخل أعمق شوية لقى جمجمة بشرية صغيرة. الشرطة بدأت بحث جديد، وبعد أيام لقوا 3 هياكل عظمية متحللة تماما. الDNA أكد إنهم بوبي وشيرلين وماديسون، لكن هنا كانت المفاجأة الأكبر.
مفيش سبب واضح للوفاة، مفيش طلقات، مفيش كسور، مفيش علامات طعن ولا حتى آثار تسمم. محدش قدر يقول هما ماتوا ازاي أو حتى امتى بالظبط. في نظريات فضلت لحد النهاردة. في ناس قالوا ده انتحار جماعي، لكن ليه؟ وإيه السبب اللي يخليهم يسيبوا العربية والكلب والفلوس؟ ناس تانية قالت إنها جريمة قتل. طب فين القاتل؟ وليه مفيش أي آثار عنف أو سرقة؟ ناس قالت دي صفقة مخدرات فشلت. طب لو كانت كده ليه الجاني يسيب الفلوس والتليفونات؟ رابع حاجة قالوا إنها طقوس شيطانية أو سحرية. الرموز والتصرفات والصمت اللي كان على وشهم في الكاميرا رسائل كلها بتفتح الباب للنظرية دي. خامس حاجة ناس قالت قوة خارقة للطبيعة. في ناس كتير قالت على الانترنت ومقتنعين ان الارواح اللي بوبي كان بيتكلم عنها لحقتهم في الغابة. لكن في اسئلة فضلت من غير اجابة. ليه اخدوا الفلوس الكتيرة دي؟ ليه تحركاتهم كانت غريبة ومش طبيعية؟ هما ماتوا في نفس اليوم ولا عاشوا فترة في الغابة قبل ما يموتوا؟ ولو اتقتلوا ليه الجثث كانت جنب العربية ومفيش حد شاف او سمع حاجة؟ النهاية إن قضية اختفاء وموت عائلة جيمسون لسه لحد النهاردة من أغرب القضايا في التاريخ الحديث. ملفهم اتقفل رسميا، لكن الحقيقة محدش يعرف هما ماتوا ازاي ولا مين كان السبب، ولو حتى كان في قاتل أصلا ولا مفيش. وبكده تكون خلصت قصتنا الغريبة واللي لحد النهاردة محدش قدر يفسرها. هل اللي حصل لعائلة جيمسون كان بفعل بشر ولا في حاجة أعمق، حاجة مرعبة؟ اكتبولي في التعليقات ايه رأيكم، ولو انتم مكانهم كنتوا هتصدقوا فعلا ان في قوة خفية بتطاردكم؟ لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا رأيكم تحت وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل القصص اللي وراها أسرار مش مفهومة. استنوني في الحلقة الجاية ومع بعض هنكشف الستارة عن أغرب وأخطر القصص اللي حصلت بجد. سلام.